السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة للفراخ جامدة سهلة سريعة روعة، ما بتاخدش ثواني، مش محتاجة تتبيل، مش محتاجة تسيبيها في التتبيلة وقت ولا اي حاجة. هتعمليها وانتي واقفة وتدخليها الفرن سوبيتو، حاجة كده يعني جامدة. اهم حاجة تكوني نقع الفراخ طبعا كويس، وتعملي لها محلول النقع وبعدين تصفيها وتنشفيها. وهنمشي مع بعض على طول على الخطوات. معانا 5 معالق من الزبادي، ومعانا عصير ليمونة كبيرة. وهنزل المكون الأساسي في الوصفة النهاردة، هما مكونين أساسيين: الزبادي والزعتر أو الأوريجانو. هنستخدم قد إيه من الأوريجانو؟ 3 معالق كبار من الأوريجانو. يبقى هنستخدم قد إيه؟ 3 معالق كبار من الأوريجانو. طيب، احنا هنا حطينا زبادي وحطينا كمية الأوريجانو وحطينا عصير ليمونة. هنحط الملح بتاعنا ونظبطه، وربع كوبايه من الزيت. اي زيت بقى عادي خالص، عايزه تستخدمي زيت ذره عادي، عايزه تستخدمي زيت زيتون استخدمي اللي انت بتحبيه. هحط الملح بتاعي وطبعا فلفل اسود، ويبقى انا كده معايا الخليط مظبوط لتتبيله الفراخ. يبقى تتبيله الفراخ من النهارده مفيش اسهل من كده: زبادي، زعتر، ملح، ليمون، زيت. وهقلب الكلام جامد ده كله مع بعضه. بس كده خلاص. البعض بقى بتاع الصينيه النهارده انا محضره ايه؟ بطاطس بس وبصل. وتقدري تعملي الوصفه دي من غير بطاطس كمان، تقدري تعمليها ببصل بس. تحطي كميه بصل محترمه، يعني حوالي مثلا لو هتعملي بصل بس ممكن تستخدمي فيها كيلو بصل كمان، هتبقى معاكي روعه جدا. لان البصل انتي بتاكليه بيبقى عامل بصوص كده جامد قوي مع الفراخ، بيبقى حاجه كده جامده جامده جامده. فانتي لو هتستخدمي بصل بس تقدري تكتري كمان البصل اكتر من كده، لان البعض اللي في الصينيه او اللي انتي حطاه تحت الفراخ ده بيتاكل كمان اسرع من الفراخ. حاجه يعني بيبقى جامده جدا مع طبق رز ابيض او طبق رز بالشعريه. مفيش بقى اجمل من كده. طبعا انا كنت حاطه على البصل فلفل اسود بس، وانا حطيت على صوص الزبادي ده برضو فلفل اسود. يبقى احنا قلنا زعتر وفلفل اسود. اخدت حوالي 3 معالق كبار من الخليط اللي انا عملته، اللي هو الزبادي والليمون والكلام ده، وقلبته مع البصل والبطاطس. يبقى دايما لما بكون اعمل تتبيله لازم احط منها في البازي بتاع الصينيه بتاعتي، زي ما احنا متعودنا مع بعض على كده. بقيه الخليط خرجت عليه بصلايه تقطيع بقى مكعبات، مش جوليان، لان البصل اللي انا كنت حطاه في البازي بتاع الصينيه كان جوليان. قطعت بقى البصلايه التانية بصلايه متوسطه مكعبات، عشان ده بقى الخليط اللي انا هحشي بيه الفراخ. معايا هنا فرخه حجمها كبير. هحشيها بقى ازاي؟ انا فتحت الصدر من النص بالسكينه عشان احط خليط في النص، زي ما انت شايفه انا بوريكي هنا. انا فتحت الصدر من النص هحشي فيه، وكمان تحت الجلد هحشيه، وعلى الوش ومن الظهر. يعني بصي هغرقها بالخليط اللي احنا عملناه. انا هحشيها كانها فراخ بحشيها بالظبط. يعني فتحت ما بين اللحم وبعضه حشيت، وما بين الجلد واللحم حشيت برضو، وعند الأجنحة. وبالنسبة للوراك فتحتها بالسكينة برضو حشيتها بنفس الطريقة. هحشي الكمية كلها كده بالخليط اللي معايا، اللي هو الزبادي والبصل اللي احنا حطيناه والأوريجانو أو الزعتر. حشيت الكمية كلها، وهرش رشة أوريجانو تاني على الوش، حوالي نص معلقة من الأوريجانو كمان. وهرش رشة زيت صغننة. لو استخدمتي زيت زيتون يبقى هتستخدمي زيت زيتون برضو على وش الفراخ، لو هتحطي زيت ذرة يبقى زيت ذرة. وهدخلها الفرن. هتاخد قد ايه في الفرن؟ حوالي ساعة على درجة حرارة عالية. هتاخد ساعة، وبعدين قبل ما الساعة تنتهي، يعني قبل ما الساعة ب10 دقايق كده، تفتحي عليها الشواية تاخد اللون الجامد الخطير. والبطاطس كمان بتاخد اللون اللي انت شايفاه الجامد ده. حاجة كده روعة سهلة سريعة ما اخدتش وقت. لو عجبك الفيديو متنسينيش من لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبون ابيتي.